الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما سبب عدم قبول الصلاة؟ قد تصلي 60 سنة ولا تقبل. كلنا نعلم أنه من الممكن أن ترى رجلا يتصدق ويعمل الخيرات ولكنه لا يقبل منه، لأنه لا يتصدق ولا يعمل الخير ابتغاء وجه الله، بل كان يفعله من أجل الناس فقط. الصلاة أيضا من الممكن أن تظل تصلي ولكن صلاتك لن تقبل منك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل ليصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاته. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. قيل: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ويقول الإمام أحمد: يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الرجل لا يسجد السجدة يظن أنه تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ووالله لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لهلكوا. سئل: كيف ذلك؟ فقال: يسجد برأسه بين يدي مولاه وهو منشغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا، فأي سجدة هذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبالله عليك، هل صليت مرة ركعتين فكانتا قرة لعينك؟ وهل اشتقت مرة أن تعود سريعا إلى البيت كي تصلي ركعتين لله؟ هل اشتقت إلى الليل كي تخلو فيه مع الله؟ يقول سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله العظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، فعاتبنا الله تعالى فبكينا لقلة خشوعنا لمعاتبة الله لنا، فكنا نخرج ونعاتب بعضنا بعضا نقول: ألم تسمع قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فيسقط الرجل منا يبكي على عتاب الله لنا. فهل شعرت أنت أخي أن الله تعالى يعاتبك بهذه الآية؟ فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر لعظمة من عصيت.